السلام عليكم إخواني أخواتي. أخيرا كيف ما توقعنا وكيف ما قلنا المدرب ديال طنزانيا الجزائري جاب الربحة قد جاب الربحة كيف ما توقعنا. بعد ما تلقى الهزيمة من طرف المنتخب المغربي ب3 إصابات ل0 داخل الملعب، نفس الحصة تلقاها هذا المدرب خارج الملعب 3-0 خارج الملعب. كيف ما عرفتوا يا اخواني خواتي، استدعتوا اللجنه التاديبيه وداز في اللجنه التاديبيه ديال الكاف، وكما قلت لكم هزيمه اخرى خارج الملعب ب3-0. اشنو هاد 3-0؟ الاصابه الاولى توقيفه لمده 8 مباريات. الاصابه الثانيه تغريمه تقريبا واحد 10,000 اورو ولا دولار ولا ما عرفت شحال، المهم راه واحد المبلغ مالي مهم. والإصابة الثالثة وهو توقيفه عن تدريب المنتخب التنزاني وتعيين واحد مدرب آخر اللي هو من طنزانيا نيت في المكان ديالو، يعني لاستكمال هاد المقابلات ديال كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. دابا انتم فضيحة، فضائح، دابا هادو فضائح. وقلتها في الفيديو السابق، يعني الفيديو السابق اللي تصنت ليه قلت بان راه غادي يتم التوقيف ديالو حتى من تدريب منتخب طنزانيا، ماشي على حسب النتائج اللي حصل عليها، ولكن على حسب التصريحات ديالو لا مسؤوله. اذا باش تعرفوا بان هاد يعني ناس اللي يعني دون المستوى، عبرتوا على المستوى ديالكم المنحط، المستوى ديالكم المتدني اخلاقيا ورياضيا. يعني من المفروض هذا راه مدرب ديال كرة القدم، مدرب ديال الرياضة، من المفروض يكون واحد ومدرب ديال منتخب ديال بلد يمثل بلد، ماشي اي مدرب عادي تيدرب واحد الفرقة من دوزيام ديفيزيون ولا تروازيام ديفيزيون. هذا راه تيدرب منتخب، يعني باش مدرب انه يدرب منتخب راه ما سهلاش. للاسف كان اسوأ سفير للكرة الجزائرية. الكرة الجزائرية تشوهات، السمعة ديال الجزائر كرويا تشوهات بهذا المدرب، لان ماشي المدرب بوحدو اللي هو تشوه، يعني الصورة ديال الكرة الجزائرية تشوهات، وخاصة المدرب. شكون اللي باقي يثيق فشي مدرب من هنا لقدام؟ اذا جاب الله التيسير في هذا، ربي تيفضحكم بنفوسكم باش يعرفوا حتى الافارقه هما اللي بقاو لينا، باش يعرفوا حتى الافارقه مع من حشرنا الله في الجوار. باش تكون مدرب مسؤول على منتخب وتصرف بالتصرفات الصبيانيه اللي دخلتي المشاكل السياسيه ما بين المغرب والجزائر، دخلتيها في واحد البلد اخر اللي هو لا علاقه له بهاد الامور هذه، بهاد المشاكل هذه ما عنده حتى شي علاقه بها، ودخلتيها انت كمدرب. هذا تعبر على الانحطاط الاخلاقي، تعبر على التخلف. يعني دابا المشكل دابا حتى هذا المنتخب ديال طنزانيا او لا سميتو حطهم في موقف محرج. هما في واحد البطوله اللي هي مهمه وتحكم عليه بهذه التوقيفات هذه، يعني راه يعني حرج هاد الناس هادو، وكما تنقولوا حطهم في موقف اللي هو لا يحسد عليه. باش فريق يعني في واحد البطوله مهمه وكيلعب مباريات اولا مقابلات اللي هي مهمه، ويوقع لي راه شوهه هادي، تبهديله هادي، راه تنقولوا لكم راه لا اخلاق لكم، لا مبادئ لكم، راكم متخلفين، وتقولوا لنا لا. هذا ها هو الدليل، ها هو الدليل.
مدرب خاصو يكون واحد، خاصو يكون محترم راسو، ويكون انسان نظيف ومتخلق وتيعرف اش تيدير، باش تعرفوا شنو هو المستوى ديالكم فين ما مشيتوا، انكم تشوهوا راسكم. شوف دابا القيمه ديال الجزائر وديال الجزائريين كيفاش غادي تكون في افريقيا، كيفاش غادي يبقاو الناس غادي يحترموكم، حتى الافارقه ما يبقاوش يحترموكم. وزيد عليها هذيك حتى هي، وزيد عليها الفضيحه ديال، شوف الفضائح اللي درتو، فضائح اخلاقيه، فضائح عندها صبغه اللي هي ديال تقله الادب. ديك صوفيا بلاني ولا شي يقولوا ليها، اللي مشات تقارن راسها بالجزائر بدوله افريقيه، راه ملي تنقولوا لكم اودي راه نتوما عندكم عقده نقص، عقده نقص هذه تتقارن الجزائر بدوله افريقيه. والكوت ديفوار العاصمه ديال الكوت ديفوار احسن من العاصمه ديال الجزائر، والكوت ديفوار ما فيهاش الطوابير. تنقولوا لكم راه عندكم مشكل ديال عقده نقص، تتعانيوا من مرض نفسي سميتو عقده نقص، تتحاولوا انكم تصيبوا اي انجاز ولا اي تفوق ولو على حساب شعوب مستضعفه، شعوب ضعيفه او دول ضعيفه. كنت نتمنى تقارنوا راسكم اللي كنتوا في مونديال قطر والامارات بالدول الخليجيه، تقولوا بان هادوك عندهم نفس الثروات اللي عندنا، كيفاش هما متطورين وعايشين مزيان وحنا لا. هذه هي المقارنه اللي كانت خاصها تكون. ولكن نتوما ضعفاء فاشلين، ما تقدروش تقارعوا الكبار وتقارنوا راسكم مع الكبار وتحاولوا توصلوا ليهم، تتقارنوا راسكم مع دول افريقيه مستضعفه. هذا نهار المدرب جاب الربحه قد 3 عقوبات او لا عقوبتين بعد من الكاف، الايقاف 8 مباريات، يعني متى تتكمل البطوله وصافي، وكذلك غرامه ماليه. وبالتالي الاتحاد ديال الكروي ديال موزمبيق او لا ديال طنزانيا، عفوا ديال طنزانيا، تم يعني قام باقاله هذا المدرب، واحسن ما فعلت، لان ما يليقش اخلاقيا، ما يليقش، ماشي انسان مسؤول. نتمنى انتوما، واش غادي نقول لك، وراه ما تستافدوا والو للاسف الشديد. نتوما ما كتستافدوش يعني من الاخطاء ديالكم وتحاولوا تصلحوا نفوسكم. نتوما عايشين ديك سميتها جنون العظمه الوهمي، ما بغيتوش شي شويه ترباو وتخلقوا، تعلموا الاخلاق والتربيه. راه سدوا عليكم الحدود ووليتوا بحال شي اودي. اش غادي نقول لكم، الى اللقاء.